مش هنجح، مش هتجوز، مش هشتغل، مش هتنفع، مش هتظبط. ابني اتأخر شوية أكيد حصل له حاجة، الموبايل رن أكيد فيه مصيبة، ما ردش عليا يبقى سبب. سيناريوهات كتير ومخاوف كتير خايفين إنها تحصل، فإحنا طول الوقت قاعدين بنفكر فيها. ده نمط تفكير بيحصل لنا بسبب أحداث حقيقية ومؤلمة حصلت بالفعل، فطول الوقت بنبقى خايفين لحسن حاجة وحشة تحصل تاني. عشان أقدر أطلع بره ده أنا محتاج أفهم الأول إن ده نمط تفكير اسمه نمط التفكير الكارثي. وعي بيه هو أول خطوة في الخروج منه. واحدة من أهم الطرق للتعامل مع النمط ده إن أنا الأول أشوف صحة هذه الفكرة ومدى احتماليتها. هل الفكرة دي محتملة الحدوث؟ واحتمال حدوثها أصلاً كام في المية؟ تاني حاجة، هل لو ده فعلاً حصل هل هيبقى عندي القدرة على التعامل مع اللي حصل ده؟ طب لو ما عنديش القدرة هل عندي الدعم؟ هل عندي حد أعتمد عليه؟ حد أستشيره؟ 3، إنه أنا محتاج أتعلم مهارة اسمها عدم تحمل اللا يقين. يعني إيه؟ يعني مش طول الوقت لازم أبقى متأكد، مش طول الوقت لازم أبقى مسيطر، لأنه دي حاجة صعبة جدا تحقيقها. محتاج كمان أفكر نفسي بلطف ربنا في كل مرة حصل فعلا فيها حاجة وحشة. محتاج كمان أفتكر كل مرة خفت فيها من حاجة ما حصلتش. ولو التفكير ده مسيطر على حياتك ومش عارف تتعامل معاه لوحدك، احنا في يوتيوبيا موجودين علشان نقدم لك الدعم النفسي والمساعدة اللي انت محتاجها.